السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات وأحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. وحشتونا جدا جدا. النهاردة جايين بماسك هايل للبشرة، متكامل، بيزيل الجلد الميت، بيزيل التصبغات، بيفتح البشرة، بيديها نضارة. حاجة كده جميلة جدا جدا، حاجة كده بمكونات طبيعية من المطبخ عندك، مش هتحتاجي أي حاجة، وهتحصلي على بشرة جميلة وصافية ونقية وفاتحة وما فيهاش أي شوايب ولا أي حاجة صغيرة. حتى لو الشعر الصغير الأبيض، الشعر الموجود ده مش موجود خالص. طبعا أي شعر بقى مش لازم يعني يكون أبيض أو أي حاجة، لكن أي حاجة صغيرة بتكون موجودة في البشرة، أتربها بقى أو شعر خفيف، أي حاجة طبعا بتزال على طول. اتمنى منكم بقى الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس وسبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا. معانا اول حاجه معايا بيضه، وهو انا هوريكم البيضه. طبعا اهي، طبعا بيضه، طبعا بيضه بلدي حمراء، لو في صفرة ممكن برضو اي بيضه عندك. طبعا انا وريتك البيضه، بس انا فصلتها علشان انا بصور بايدي التانية. طبعا معانا الصفار البيضه الجميل ده، اي بيضه عندك زي ما قلت لك، وهتقلبيها زي ما احنا شايفين كده، ونفككها كده من بعض. صفار البيض ده الجميل الحلو بتاعنا ده، كلنا عارفين البيض بقى قد ايه جميل جدا جدا. طبعا كله فيتامينات، طبعا بيبس بيغذي البشره، بيديها نضاره، بيزيل التجاعيد، بيشد البشره، حاجه كده جميله جدا جدا من الاخر. معانا معلقه صغيره من النشا بتاعنا الجميل ده، ونقلب المكونات بتاعتنا. كلنا عارفين النشا او المايزينا بتاعنا يا جماعه جميل قد ايه، بيرطب البشره وكمان بيفتحها. كمان كلنا عارفين قد ايه بيدي نضاره للبشره وتفتيح حلو قوي قوي للبشره. كلنا عارفين المكونات بتاعتنا الجميله دي كلها ايه بقى، كلها فايده وتغذيه للبشره بتاعتنا. قلبنا طبعا النشا بتاعنا مع مع صفار البيضة. طبعا الصفار البيض دوت يا جماعة بيبقى جميل جدا جدا للبشرة الجافة، بيغذي البشرة الجافة وبيديها نضارة حلوة قوي قوي للبشرة الجافة. اما الدهنية بتعمل لها بياض البيضة. خلاص، ادي احنا قلبنا المكونات بتاعتنا مع بعضها. معانا بقى ايه، معلقة من القهوة او نص معلقة. ليه بقى القهوة؟ القهوة اولا بتشيل الزفارة، ثانيا بتدي نضارة للبشرة، ثالثا بتفتح البشرة. معلقة من القهوة، كنت حاطة المعلقة جاهزة بس وقعت في الصينية فبحطها. معلقة من القهوة بتاعتنا أولا بتشيل ريحة البيض الزفارة، ثانيا بتزيل الجلد الميت، بتجدد خلايا الجلد الميتة. يعني حاجة كده من الآخر، كلنا عارفين فوائدها. خلاص، هنقلب بقى ايه القهوة بتاعتنا مع المكونات بتاعتنا الحلوة الجميلة دي اهي. وكمان وانت بقى بتحطي الماسك طبعا مش هتشعري باي زفاره ولا اي حاجه على البشره، طبعا علشان خاطر القهوه بتدي كده ريحه حلوه جدا جدا، غير فوائدها الحلوه الجميله للبشره. طبعا احنا معظم الوصفات بتاعتنا بنستخدم فيها القهوه لجمالها وفوائدها، لإزالة الجلد الميت، بتدي نضارة للبشرة، بتزيل التجاعيد، خلايا الجلد الميتة بتجددها. حاجة كده جميلة. شايفين ادي جمال الماسك بتاعنا الحلو قوي، شايفينه اهو ناعم معانا اهوت وبقى حلو قوي قوي. شايفينه حاجة كده خرافة، جميل جدا جدا. هنعمل ايه بقى على بشرة طبعا نظيفة وناشفة؟ هتبدأي توزعي الماسك بتاعنا على بشرتك كده بالتساوي، بس ابعدي عن الشعر، ابعدي عن حواجبك ويعني منطقة عينيكي. وطبعا تحطي كل بقى الماسك تغطي بقى ايه بيه بشرتك. خلاص، بتسيبيه طبعا حوالي ربع ساعة بيبدأ ينشف. بتبدأي ان انتي تشيليه من تحت كده بالراحة لفوق، ومن عند الودان كده بتشيليه كده واحدة واحدة، بدون طبعا ما تشدوش جامد، فاهماني؟ علشان ما يتقطعش منك. شيليه واحدة واحدة كده الماسك بعد ما ينشف، وتحصلي ان شاء الله هتبصي بقى تلاقي البشره جميله نظيفه نقيه حلوه قوي، هتلاقي بياض، هتلاقي نضاره. وبعد كده رطبي بعده باي حاجه عندك،
اي كريم، اي زيت زيتون، اي زيت ورد. زيت الورد برضو جميل، من الزيوت الرائعة. ريحة بقى وترطيب، حاجة حلوة قوي. عندك كريم ماشي، اي كريم عندك تقدري ترطبي بيه بشرتك بعد المصل. شكرا ليكم حبايب قلبي، يا رب اكون كنت خفيفة على قلبكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. هو جميل ومجرب، وطبعا كلنا عارفين فوائد الحاجات اللي معانا او المكونات اللي معانا رائعة. ان شاء الله هيعجبك. شكرا ليكم، عايزه لايكات كتير بقى وشير كتير كده للفيديو. الف شكر ليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. في رعايه الله وحفظه يا طيبين. الف سلامه، مع الف سلامه.